والله أنا عملت حادث عند الإشارة. طيب يا أستاذ صوتك يقطع أولا. عملت حادث عند الإشارة. اسمك من أي مدينة؟ اسمي عصام محزري. أستاذ عصام من أي مدينة؟ من مدينة الشرقية الدمام. يا أستاذي الصوت يقطع، أنا مو قادرة أسمعك. والله لأن السيارة راجية فوق الرصيف والأبراج تقطع. طيب امشي في مكان ثاني عشان أقدر أسمعك. والله ما أقدر أروح على السيارة تنسرق. في أي مدينة؟ طيب أنا مو سامعك. في الدمام، يعني كيف في نجم يتصل فرع بعيد ولا كيف؟ كيف؟ أنا في الدمام. يا أستاذي أنت في مدينة الدمام؟ أي في الدمام ذاتها عند الإشارة. اللي فيها السفر. في إصابات؟ والله ده الزول طايح تحت الكفر ما عارف هو مات ولا باقي، والسيارة فوق السيارة فوق الرصيف والساهر قاعد يضرب يصور فينا وأنا ما عارف. إيش يا أستاذي؟ الزول طايح عند الكفر. يعني في رجال مصاب؟ ما عارف والله، رجله تتحرك بس ما إصابة كثيرة والله. يا أستاذي اتصل ساعات بعدين اتصل على المرور 993 واطلب 997. بس الزول يتحرك أكيد ما مات حي. طيب حتى لو ما مات حي اطلب له الإسعاف 997. كيف اطلب له اسعاف وساهر قاعد يصور فينا؟ والله ما كلام ما سليم ده، بدي المخالفات تجي 50,000. يا أستاذي اتصل على الهلال الأحمر واتصل على المرور. دقيت 939 عشان الهلال الأحمر طلع لي وزارة المياه قال المياه مقطوع عندك. يا أستاذي اتصل على الهلال الأحمر 997. دقيقة في ذا لا حاسبة سيارة إسعاف طلع حق عسكريم الفجر، والله ده كلام غريب في السعودية تمر سيارة عسكريم. يا أستاذي أنت الآن اتصل على 997. أوكي؟ 998 ده 997. أقول لهم شنو؟ اتصل قول أنا عندي حادث في أحد مصاب. بس الزول ما مات، الزول ده حي تحت السيارة يرمي. طيب حي ممكن يكون مصاب في نزيف في شيء. خليه ينزف ليل نهار، ده طالع في وجهي صدمني رق الكراسيد على الرصيد، ده كلام سنع ولا شنو؟ أستاذي الكريم اتصل على الهلال الأحمر بعدها الموت عشان تسعة. والله ما داير اتصل، ما عندي رصيد، ده ياخذوا رصيدي كله. شحنت 10 ريال كلها راحت على الرصيد، ده الزول من طيع تحت السيارة. في أمان الله. شكرا لك.